سلام من الله متابعين قناة هل تعلم ديزاد. اليوم سنتطرق إلى موضوع جديد، موضوع الكثير منا من احتار في هذا الموضوع قليلا. لماذا أسماء فنان الراي تأتي مسبوقة بلقب الشاب؟ تطلق تسمية الشاب على كل مغني جزائري، ويعود تاريخ التسمية إلى بداية الثمانينات القرن الماضي، عندما انطلق برنامج مسابقة ألحان وشباب للمواهب الشابة في التلفزيون الجزائري، وكان يطلق حينذاك على الفائز اسم الشاب. ومن أبرز من ارتبط اسمه الفني بلقب الشاب هو خالد حاج إبراهيم، المشهور بالشاب خالد، الذي أوصل اسمه والأغنية الرايوية إلى عالمية. وعلى خطى خالد سار الكثير من الفنانين الذين ارتأوا المحافظة على أسمائهم الحقيقية، مع إضافة لقب الشاب أو الشابة ليلتصق بسيرتهم الفنية، أمثال الشاب مامي، الشابة دليلة، الشاب فيصل، الشابة يمينة، الشابة خيرة وغيرهم كثر. متابعين قناة هل تعلم ديزاد، اضغط على لايك لدعم القناة، ولا تنسى قرع الجرس كي يصلك الجديد كل يوم. إلى اللقاء.